السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله بإذن الله بنتكلم مع بعض على الدرس الأول اللي هو قابلية القسم. تعالوا بينا نشوف السؤال الأول. هنحل أسئلة سلاح التلميذ. معانا صفحة 13 بيقول 36 على الأربعة. ما هو 36 على الأربعة فيها 9، وبالتالي مفيش باقي، وبالتالي نقدر نقول ان العدد ده هو يقبل على الاربعة طالما مفيش باقي. طيب 40 على التمانية، برافو عليك، فيها الخمسة اهو، وبالتالي قبل على طول، يبقى مفيش باقي، وطالما مفيش باقي يبقى ال40 يقبل على التمانية. طب السؤال اللي بعده 23 على الاتنين، لا ما يقبلش على الاتنين. كده كده عندك قابلية القسم على الاتنين يكون الأحاد زوجي، يكون الأحاد إيه؟ زوجي. طب هو الأحاد هنا زوجي؟ لا، ده الأحاد فردي. يبقى ننزل رقم نخليها 22 على الاتنين فيها ال11. كده الباقي بتاعي واحد، وبالتالي لا يقبل القسم على الاتنين. لو قلت 35 على 10، لا، أي عدد بيقبل اسم على 10 إذا كان أحاده زوجي. يبقى 35 على 10 مش هتقبل، هخليها 30 على 10 فيها كام؟ فيها التلاتة. كده الباقي 5، واقدر اقول لا يقبل القسم على 10. 99 على التسعة فيها ال11، وبالتالي الباقي 0، واقدر اقول يقبل القسمة على 9. طيب نقدر نشتغل تمارين اكتر في قابلية القسم علشان نفهمها. بيقول 25 تقبل على التلاتة ولا لا؟ طب ما تيجي نفتكر مع بعض قابلية القسم على التلاتة. إذا كان مجموع الأرقام تقبل على التلاتة، طب اجمع دول كده، 2 و5 7، هي السبعة تقبل على التلاتة؟ لا، يبقى أقول له لا تقبل القسم على تلاتة. طيب عندي 420 يقبل على الخمسة ولا لا؟ افتكر قابلية القسم على الخمسة. يبقى ايه هي قابلية القسم على الخمسة؟ إذا كان الآحاد والعشرات، إذا كان الآحاد 0 أو 5. طب ما هو الآحاد ب0 أهو، يبقى تقبل القسم على 5. طب السؤال اللي بعده 317، استنى، افتكر قابلية القسم على الاتنين إذا كان الآحاد زوجي. قابلية القسم على الاتنين إذا كان الآحاد زوجي. حط قدامك القاعدة دي كده، قدامك كده وانت بتحل التمارين دي. الاتنين إذا كان الآحاد زوجي، التلاتة إذا كان مجموع الأرقام تقبل على التلاتة، الأربعة إذا كان الآحاد والعشرات تقبل على على الأربعة، الخمسة إذا كان الآحاد ب0 أو 5. طيب الستة إذا كان زوجي ويقبل على التلاتة، أو إذا كان يقبل على الاتنين ويقبل على التلاتة. خلاص. قابلية القسم على 10 إذا كان الآحاد 0. فدول أساسي كده في الدرس كله. هو الدرس كله بيتكلم على قابلية القسم على الاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والعشرة. طب هنا بيتكلم على قابلية القسم على الاتنين. ارجع لقابلية القسم على الاتنين إذا كان أحده زوجي. طب الأحد زوجي؟ لا، يبقى لا يقبل القسم على الاتنين. طب السؤال اللي بعده، الرقم ده بيقول لك يقبل القسم على 10 ولا لا؟ قابلية القسم على 10 إذا كان الأحد ب0. طب هو الأحد هنا ب0؟ لا، يبقى لا يقبل على 10. طيب هنا في صفرين يبقى يقبل على الأربعة. يبقى إذا كان الأحد والعشرات تقبل على الأربعة أو في صفرين في الأول، ما كده كده الصفر هيبقى الاسم على الأربعة، وبالتالي يقبل على الأربعة. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. برضو الورقة قدامنا، دي المراية بتاعتنا اللي هطلع منها الإجابات كلها. السؤال بتاعي بيقول إيه؟ 34 يقبل على الاثنين. أهي قابلية القسم على الاثنين إذا كان أحد زوجي. طب ما الأحد زوجي أهو، يبقى يقبل على الاثنين. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده 28. 28 موجوده في جدول الاربعه، الاربعه في 7 ب 28، 28، 28 موجوده في جدول الاربعه، الاربعه في 7 ب 28، وبالتالي اقدر اقول له يقبل على الاربعه. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده 29. الاربعه في 7 ب 28، وبالتالي اقدر اقول له يقبل على الاربعه.
طب عايز اشوف السؤال ده يقبل القسمة على التلاتة ولا لا؟ اجمع الارقام بتاعته. ما هو قابلية القسمة على التلاتة اذا كان مجموع ارقامه يقبل على التلاتة. طب ما تجمع كده. 2 و2 4 ماشي. 4 وادي عندك 7 11 1 12 يقبل على التلاتة. طب الرقم ده عايز اشوف يقبل على الستة ولا لا. هو اولا زوجي يبقى يقبل على الاتنين. تعالى بقى نتحقق من قابلية القسمة على التلاتة. ما علشان العدد يقبل اسم على الستة لازم يكون يقبل على الاتنين ويقبل على التلاتة. طب هو قبل على الاتنين. تعال نشوف هو يقبل على التلاتة ولا لا. 2 و8 10 و7 17 17 18 19 20 21 يقبل على التلاتة. طالما يقبل على الاتنين ويقبل على التلاتة يبقى يقبل على الستة. واي عدد يقبل القسم على 6 لازم يقبل اسم على الاثنين ولازم يقبل اسم على الثلاثه. طيب قابليه القسم على الخمسه. الخمسه لو كان الاحاد بصفر او خمسه والاحاد هنا بصفر او خمسه لا يبقى لا يقبل. ما تتوهش برضو الورقه دي المرايه بتاعتي اللي هكمل بيها الدرس كله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. يقبل العدد القسم على الاثنين. انا لسه قايل لك قابليه القسم على الاثنين لو كان احاده ايه؟ زوج. اذا كان احاده عدد قول له زوجي. طب السؤال اللي بعده. يقبل العدد القسمة على 5. اهي قابلية القسمة على 5 لو كان احده بصفر او 5. يبقى اذا كان احده 0 او 5. طب تعال نشيل الورقة دي كده ونفكر كده مع بعض. جميع الاعداد تقبل القسمة على نفسها ما عدا العدد الوحيد الذي لا يقبل القسمة على نفسه هو الصفر. يبقى جميع الاعداد تقبل القسمة على نفسها ما عدا الصفر. وجميع الاعداد الزوجيه وده سؤال بيتكرر كتير تقبل القسمه على الاثنين. يبقى جميع الاعداد تقبل القسمه على نفسها ما عدا الصفر. السؤال اللي بعده. كل من الاعداد دي تقبل القسمه على الخمسه ما عدا ده يقبل على الخمسه وده على الخمسه. طب ده لا مش هيقبل على الخمسه. طب ليه؟ علشان احاده مش صفر ولا خمسه. يبقى ما عدا 507. العدد يقبل القسمه على 10. لسه قايلين قابليه القسمه على 10. برافو عليك. لو كان احاده كام؟ صفر. وبالتالي لو العدد احاده صفر هيقبل الاسم على الخمسة وهيقبل على الاثنين وهيقبل على 10. طيب السؤال اللي بعده. يقبل العدد القسم على الثلاثة اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسم على الثلاثة. مش احنا كنا بنجمع الارقام وتلاقي مجموع ارقام العدد تقبل القسم على الثلاثة يبقى العدد يقبل اسم على الثلاثة. طب السؤال اللي بعده. يقبل العدد القسم على الاربعة. ماشي. اذا كان رقم الاحاد والعشرات معا يقبل القسمة على الاربعة. ودي قابليه شرط قابليه القسمه على الاربعه. لو الاحاد والعشرات الاثنين مع بعض يبقى له القسمه على الاربعه. العدد الذي يقبل القسمه على 6 ومحصور بين ال50 وال60 ممكن تجيبها عن طريق جدول الضرب. رقم بين ال50 وال60 ويقبل القسمه على الست. عندك 54 اهو بين ال50 وال60 ويقبل القسمه على الست. السؤال اللي بعده. العدد 10 و18 يقبل القسمة على اولا هما الاثنين يقبلوا القسمة على الاثنين. جميل. طيب هما يقبلوا القسمة على الاثنين ليه؟ علشان ده عدد زوجي وده عدد زوجي. طيب ويقبلوا القسمة على الكم تاني؟ يقبلوا القسمة على الواحد. ما جميع الاعداد تقبل القسمة على الواحد. اولا هما مش يقبلوا على الثلاثة. يقبلوا على الاربعة الاثنين مع بعض ولا يقبلوا على الخمسة ولا يقبلوا على الست. خلاص؟ يبقى يقبلوا على الاثنين ويقبلوا على الواحد. اصغر عدد يمكن اضافته للرقم ده اهو لكي يقبل القسمه على 10. ده عشان يقبل القسمه على 10 لازم بدايته تكون صفر. يبقى زود له 3 عشان لو زودت له 3 هنا يبقى احده كام؟ صفر. درس جميل جدا. منهج المناهج. طيب نعمل برضه اسئله التلميذ مع بعض. السؤال اللي على الضوء. شويه ارقام وبيقول لك يقبل القسمه على. طب ما تيجي مع بعض كده على الارقام اللي هنا الاثنين. اولا ده مش هيبقى زوجي. امال ده يقبل عشان. وده مش هيقبل على الاثنين. طب ال 120 هتقبل على الاثنين. طب ال 100 هتقبل على الاثنين. طب ال 101 ما يقبلش على الاثنين لانه فردي. يبقى قابليه القسمه على الاثنين لازم الاحاد يكون ايه؟ زوج. طب قابليه القسمه على الثلاثه ده 21 موجوده في جدول الثلاثه من غير ما تجمع حتى. اجمع الرقمين كده ب3 قبلت برضه على الثلاثه. يبقى 21.
طب لو قلت 102 اجمع الارقام، 2 وصفر هي الاتنين، وواحد يبقى 3، ينفع يقبل على التلاتة. طيب تعال نجمع الارقام دي برضو، قابلية القسم على التلاتة اجمع الارقام على طول. 5 و2 7 و2 9 يقبل. 120 اجمع صفر و2 هي الاتنين، وواحد 3 يقبل. 100 يقبلش لان مجموع ارقامه بكام؟ بواحد. طب 101 برضو ما يقبلش. طب تعالى قابلية القسم على الاربعة، يكون احد وعشراته صفرين، يا اما الرقمين يقبلوا الاسم على الاحاد والعشرات يقبل الاسم على الاربعة. ال 21 لا. طب عندك دي برضو لا، ولا الرقم ده. طب 120 تقبل لان ال 20 تقبل اسم على الاربعة، وال 100 تقبل. 101 لا. طب قابلية القسم على الخمسة لما يكون احده صفر او خمسة، دور على الارقام اللي احدها صفر او خمسة، ده لا وده لا. طب ده 120 ماشي، 100 جميل، 101 لا. طب الستة، دور على الارقام اللي موجودة في 2 و 3، يبقى الاسم على 2 ويبقى الاسم على 3. مفيش غير رقم 120 اهو موجود هنا وموجود هنا، يبقى اكتب 120 بس. ده الوحيد اللي هيقبل على الستة، وباقي الارقام كلها مش هتقبل على الستة. طب على 10 لو احده صفر، فين الرقم اللي احدها صفر؟ ادي 120 وادي ال 100 ومفيش غير كده. طيب تعالوا بينا نكمل مع بعض السؤال اللي بعده. ال 40 هي تقبل على الاربعة ولا ما تقبلش؟ ايوه الاربعة في 10 ب 40، يبقى بالتالي تقبل القسمة على الاربعة. يبقى ال 40 تقبل القسمة على الاربعة، وبالتالي 40 مضاعف للاربعة طالما بتقبل اسم عليها. طب ال 27 تقبل على الثلاثة، على الاثنين قصدي؟ لا، لان قابلية القسمة على الاثنين لازم يكون زوج، يبقى لا تقبل. ودي ليس مضاعف. ال 27 مش مضاعف للاثنين طالما مش ما يقبلش الاسم عليه. طب ال 150 تقبل على 10، ده احدها صفر، يبقى تقبل. وبالتالي اقدر اقول ال 150 مضاعف لل10. طب السؤال اللي بعده 451. تعال نشوف قابلية القسم على الثلاثة، لازم تجمع الارقام. 1 و5 6، 6 و4 10، ما تقبلش على الثلاثة يبقى لا تقبل. وبالتالي اقدر اقول ان ال 451 ليس مضاعف للثلاثة. طب 185 الحاب بتاعها 5 يبقى تقبل، وبالتالي اقدر اقول ان ال 185 مضاعف للخمسة. ومن السؤال ده اقدر اقول لو العدد يقبل القسمة ماشي يبقى هو من مضاعفاته. يعني ال 40 يقبل اسم على الاربعة، يبقى ال 40 من مضاعفات الاربعة. لو جيت تكتب مضاعفات الاربعة تلاقي فيها 40. كده بالتالي يكون انتهينا من الفيديو دون. استنوني ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. كان معكم مستر حسين الشامي للصف السادس الابتدائي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.